السلام عليكم. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض اسهل كيكه اقتصاديه بالشوكولاته، غرقانه شوكولاته كده وصوص. مش هنستخدم لا خلاط ولا مضرب كهرباء، كلها هنعملها في حاجه واحده وبس، علشان كمان ما نستخدمش مواعين كتير. سهله قوي طعمها ولا يا ولا. هنعملها كده بحجم عائلي علشان تبقى موفره واقتصاديه كمان. حلوه جدا لما يكون عندنا عزومه علشان تكفينا كلنا. بس لو اول مره تشوفوا قناتي انا ايمي الشاهي، ما تنسوش تشتركوا في القناه وتعملوا لايك وشير لو حبيتوا الفيديو. ويلا بينا نبدا على طول. اول حاجه هنا هستخدم عندي 3 بيضات يكونوا بدرجه حراره المطبخ، يكونوا مطلعينهم من الثلاجه قبلها بوقت. وبعدين هحط عليها رشه من الفانيليا ومعلقه كبيره من الخل. الخل بيساعد ان هو يضيع صفاره البيض، وكمان بيخلي الكيكه هشه كده ومرتفعه. وبعدين دلوقتي هضربهم مع بعض كويس قوي لغايه ما البيض كده ينعم وينفش كده شويه. هحط عليه كوبايه من السكر ونص كوبايه من الزيت، وبعدين هقلبهم مع بعض تاني كويس قوي. وبعد كده هزود عليهم معلقتين كبار من الكاكاو الخام. وتقريبا كل في البرطمان معلقتين، فانا هحطهم كلهم. وبعد كده هحط عليهم كوبايه الا ربع من اللبن اللي هو الحليب. هي بس عشان دي كبيره شويه فانتوا تحسوا ان هم شويه صغيرين، بس هي كوبايه الا ربع. وبعد كده هزود عليهم كوبايه ونص من الدقيق. الاول طبعا هنخلهم الاول علشان كده الكيكه تطلع خفيفه كده وهشه. وهحط عليهم بيكنج باودر. انتوا ببساطه ممكن تعملوا كل ده في الخلاط، بس انا عشان حابه ان انا اسهل على اي حد حتى اللي ما عندوش خلاط يقدر يعملها بسهوله. نقلب بقى كله مع بعضه وكده يبقى خلاص خلصنا اول مرحله. هدهن صينيه مسحه صغيره من الزيت. انا عارفه ان في ناس كتير عارفه كل الخطوات ديت، بس انا بعملها للناس اللي لسه مبتدئه او سنهم صغير شويه فعايزين يتعلموا كل حاجه من البدايه. نزل بقى الخليط الحلو دوت. على فكره الصينيه ديت مقاسها كبير، يعني الخليط دوت يعمل صينيه كبيره جدا. ننزل كده كل الخليط، ما نخليش ولا فتفوته، نحلفوها اهو. حركها يمين وشمال علشان تتسوى. وبعدين هدخلها الفرن على درجه حراره 180 لغايه ما تستوي. وقت ما الكيكه بتستوي في الفرن انا هحضر الكريمه اللي هحطها عليها بعد ما تبرد، بس عشان ما اضيعش وقت فانا هعملها جاهزه وبعدين احطها في الثلاجه لغايه ما الكيكه تطلع وتبرد. عندي هنا كوبايه من كريم شانتيه الخام دوت من غير سكر. انتوا لو حابين تحطوا عليه سكر زودوا شويه سكر بودره، يعني ممكن معلقه بس واحده سكر بودره. لو مش حابين الكيكه تبقى مسكره قوي استغنوا عن السكر البودره. كده كده الكيكه اساسا فيها سكر، وكمان الصوص اللي احنا هنحطه على الوش بيبقى فيه برده سكر، فانا بالنسبه لي كده كويس قوي، مش هزود سكر تاني. وهحط عليها 3 معالق كبار من الكاكاو الخام. دلوقتي بقى هحط عليهم ميه ساقعه متلجه تقريبا، يعني كوبايه. انا هحط كده كوبايه الا ربع تقريبا. وبعدين هقلب بسرعه جدا. ممكن تستخدموا لبن، بس برضو لبن يكون ساقع متلج. وتستخدموا المضرب اليدوي العادي. عاده انا بعملها بمضرب الكهرباء، بس طبعا علشان عايزينها تبقى سهله كده وسريعه فانا اعملها بالمضرب اليدوي العادي، علشان برضو اللي ما عندوش مضرب كهرباء يقدر يعملها بسهوله. بس اهم حاجه الميه او اللبن اللي هتستخدموه يكون ساقع متلج، علشان لو مش ساقع مش هتتقل معاكم بسرعه. شايفين تخن ازاي؟ عشان الميه ساقعه. فانا هزود شويه كمان واقلب تاني. بصوا بقى القوام بتاعها بقى عامل ازاي، ناعمه وفي نفس الوقت متماسكه زي ما انتم شايفين كده. انا فضلت ازود ميه عليها لغايه لما ادتني القوام دوت بالظبط. مش عايزه الكريمه تبقى تخينه قوي عشان اعرف افردها بسهوله، في نفس الوقت ما ينفعش تبقى سايله علشان ما تدخلش جوه الكيكه كده وتشربها. هو القوام دوت حلو قوي. بصوا ماشي. دلوقتي بقى هدخلها التلاجة لغايه لما الكيكه تستوي وتبرد كمان. دلوقتي انا طلعتها من الفرن، هي ده في حاجه بسيطه قوي، ما بردتش 100%، بس اهم حاجه ما تكونش سخنه جامد. هبدا دلوقتي اشكشكها بالطريقه دي بالشوكه. وبعدين احط عليها كوبايه من الحليب او اللبن، يعني يكون لبن بارد. نجيب بقى الكريمه اللي احنا كنا عاملينها وشايلينها في التلاجة، بس هضربها كده ضربه الاول بالمضرب قبل ما احطها بقى على الكيكه وهسويها كويس قوي. دلوقتي خلاص سويتها كويس قوي، هسيبها على جنب وهحضر صوص الشوكولاته الاقتصادي طعمه حلو قوي.
هجيب حله احط فيها نص كوبايه من الزيت ونص كوبايه من الميه. الميه ممكن تستبدلوها باللبن لو انتوا حابين، بس احنا عشان اقتصاديه فعملناها بالميه. انتوا حابين تحطوا لبن تحطوا مفيش مشكله. ونص كوبايه من السكر، نص كوبايه من الكاكاو الخام، يعني تقريبا 3 معالق كبار. هقلب بقى كل المكونات دي مع بعض على نار تكون هاديه شويه لغايه لما الخليط ده كله يغلي ويتقل. دلوقتي خلاص بعد ما حطيته على النار وتقل كده شويه، هحط عليه رشه من الفانيليا، ودي اختياري يعني اللي عايز يحط يحط، اللي مش عايز براحته. انا سيبته لغايه لما هدى شويه، يعني مش سخن قوي، هو يا دوب كده دافي. فانا هوزعه كده، احرك بس الصينيه كده بسرعه عشان يتوزع قبل ما يجمد عليها. هو على العموم يعني الجو حر موت، فمش هيلحق يتجمد. الكلام ده لو كان في الشتاء ممكن. بعد ما اوزعه كويس هدخله التلاجة لغايه لما يتماسك، حوالي كده ساعه ساعتين لغايه ما يتمسك كويس وخلاص. بعد دلوقتي ما طلعتها من التلاجة هقطعها. انا بصراحه ما استحملتش ان انا قاعده ساعتين في التلاجة، فانا دخلتها الفريزر تقريبا نص ساعه علشان تتماسك. هي ملحقتش تتمسك قوي يعني، بس كويس برضه مش هغير. هقطعها بقى كده مربعات. هزينها تزيين بسيط كده بس كده خلاص. شكلها تحفه، غرقانه في الصوص بتاعها وطعمها ولا يا ولا، واقتصاديه مكلفتناش كتير. جربوها بقى علشان تقولي رايكم فيها ايه.